في الفيديو نمبر 2 وهنتكلم النهارده عن الكالكولس. الكالكولس انت عندك بيبقى 7 lessons، فاحنا ان شاء الله هنحاول باذن الله نقسمهم على 2 فيديوز بس. طيب اول lesson عندنا بيقول لك introduction to limits of function. الليسون ده لذيذ كده وامور وعسول، ما فيهوش اي حاجه، هو بس الناس بتتزاول شويه من الجرافيكالي، بس احنا ان شاء الله هنظبطها معاك وهنفهمها لك باذن الله. قبل بس ما نخش على اي حاجه، في عندي كده 3 quantities. في عندي حاجه اسمها specified quantity و unspecified quantity و undefined. السبيسيفايد كوانتيتي بتبقى حاجه احنا عارفينها، مثلا طلعت ب 3 بنمبر عادي، ب 5 اوفر 3، ب 0 مثلا، اللي هي ايه محدده سبيسيفايد كوانتيتي. انما هنا مثلا بيقول لي unspecified quantity، يعني مش محدده، يعني مثلا 0 اوفر 0، infinity over infinity، infinity minus infinity، infinity times 0، 0 باور 0، infinity باور 0، 1 باور infinity. كل السبعة دول هتحفظهم عشان لو جالك في اللي تشوز بيسألك مثلا عن ال unspecified quantity. فهنا طب هنا مثلا مستر انا لفت نظري دي، هو ليه infinity minus infinity هو مش مفروض equal 0؟ لا يا سيدي، لان الانفينيتي الاولانيه مش شرط تكون هي الانفينيتي الثانيه. يعني الانفينيتي دي بتعبر عن ايه؟ عن نمبر كبير. طب ما هو نمبر كبير قوي ماينس نمبر كبير بس مش قوي، مش شرط ان هم يطلعوا بزيرو. فعشان كده ما تقولش اصل انفينيتي ماينس انفينيتي يطلع بزيرو، لا مش شرط طبعا. فهي عشان كده حاطينها في ال unspecified quantity اللي هو مش محدده. اما بقى عندي الانديفايند دي المفروض ان انت عارفها اساسا، لما اقول لك مثلا 5 اوفر 0، 4 اوفر 0، ان اوفر 0 عامه بقى. مثلا جيت قلت لك 3 اوفر 0، طالما في الدينومينيتور 0 يبقى دي كده undefined. طيب روق كده الطاسه ويلا بينا توكلنا على الله. بص كده في نمبر 1 بيقول لي all of the following are unspecified quantities except احنا قلنا مستر الزيرو اوفر زيرو unspecified، الانفينيتي ماينس انفينيتي unspecified، الانفينيتي ديفايدد انفينيتي unspecified. انما الانفينيتي بلس انفينيتي دي اللي ما جبتش سيرتها يبقى هي دي كده except، لان هو بيقول لك ما عدا. بالنسبه بقى للجراف، الناس هنا مشكلتها في الجراف ما بتعرفش تحله بتاع الليسون 1 ده، وانا عايز اقول لك ان هو بسيط جدا جدا جدا. كل اللي انت هتعمله هتعمل 3 ستيبس. اول حاجه هتجيب اف اوف، طبعا النمبر اللي هو هيقول لك عليه اف اوف اي بوزيتيف، وهقول لك دي يعني ايه، وهتجيب اف اوف اي النيجاتيف وهقول لك دي يعني ايه. فبالتالي كده هو هيسالك على ليميت x tends to ال a f of x. ال f of a positive يقصد بيها انك هتطلع من النمبر اللي هيقول لك عليه اللي هو ال a هنا مثلا، اللي هو مثلا ممكن يقول لك ب 2 ب 3، هتطلع من النمبر ده لحد ما توصل ليمين الرسمه، لحد ما توصل ليمين الرسمه. والله طلعت معاك نمبر مثلا طلع معايا ب 3. طيب انا مستر مش فاهم قوي، ركز معايا بس، كمل معايا بس وانت هتفهم بعدين. الاف اوف اي نيجاتيف هتطلع من الاي اللي هو النمبر اللي هو هيقول لك عليه لشمال الرسمه، يبقى النيجاتيف هنا انت رايح لشمال الرسمه، الاي بوزيتيف هنا انت رايح ليمين الرسمه، فده هيطلع معايا برضو وليكن 3. قال لي طالما ده طلع ب 3 وده طالما طلع برضو ده ب 3، قال لي يبقى الليميت x tends to a ده برضو هيطلع معايا ب 3. طب يا مستر افرض ده ما طلعش معايا ب 3، ده طلع معايا ب 2، قال لي لا، يبقى هنا هنكتب له doesn't exist، ما ينفعش، غير موجودة. طب يا مستر انا مش فاهم ايه بقى
ايه بقى حته بقى نطلع من نمبر واروح ليمين الرسمه، اطلع من الايه واروح لشمال الرسمه؟ القصه دي انا مش فاهمها. صلي على اللي يشفع فيك صلى الله عليه وسلم. تعالى هنا مثلا بيقول لك انا عايز اف اوف 1. سيبك من اف اوف 1 دي دلوقتي، خلينا في اف اوف 1 بوزيتيف واف اوف 1 نيجاتيف. طيب انا كده كده قلت لك دي الستيب نمبر 1 ودي ستيب نمبر 2، وبالتالي انت من خلالهم هتعرف تجيب الليميت بتاعك. طيب انا هنا بقول لك مين 1، ادي ال1 اهي. البوزيتيف انا رايح ليمين الرسمه، خلينا بس متفقين ان هنا ده هو ده يمين الرسمه وهنا ده شمال الرسمه. فانا هطلع من عند مين؟ من عند ال1. حلو يا مستر، ادي طالع من ال1 رايح لمين؟ طالما بوزيتيف رايح ليمين الرسمه، رايح اعمل تاتش ليمين الرسمه، ادي طلعت اهو طلعت اهو طلعت اهو. انا كده قابلت يمين الرسمه. بعد كده هتخش لي على الواي اكسس. لما دخلت هنا لقيت نفسي رحت عند 3. يبقى اف اوف 1 بوزيتيف يبقى 3 بالظبط كده. طب يا مستر انا دلوقتي رايح بقى الاف اوف 1 نيجاتيف رايح لشمال الرسمه، فانا طالع من ال1 رايح لشمال الرسمه، قابلتها اروح رايح لمين؟ رايح للواي اكسس، لقيت نفسي رحت عند ال2. اوبا بص هنا اف اوف 1 بوزيتيف طلع ب3، اف اوف 1 نيجاتيف طلع ب2. طالما الاثنين ما طلعوش ايكوال يبقى هتقول لي doesn't exist، ما ينفعش. طيب يا مستر اف اوف 1 دي سيبها لي دلوقتي معلش. تعالى كده في فيجر نمبر 2. انا هنا بقول لك عايز اف اوف 1 بوزيتيف. جميل، يبقى طالع من مين؟ من ال1 رايح لمين؟ رايح ليمين الرسمه. ادي يمين الرسمه اهي يا مستر اللي هي دي. تعالى انا طالع اهو اروح رايح للواي اكسس، لقيت نفسي رحت عند ال1. تمام. لو انا بقى رايح للاف اوف 1 نيجاتيف فكده رايح لشمال الرسمه، فطالع من ال1 هنا كده لحد ما رحت عند شمال الرسمه لقيت نفسي رحت عند ال2. هل طلعوا ايكوال؟ برضو لا يا مستر. يبقى دي برضو ايه؟ يبقى دي برضو doesn't exist. طب يا مستر ايه حكايه بقى اف اوف 1 دي؟ بص يا سيدي ولا اي حاجه. دلوقتي اف اوف 1 دي لازم عشان تطلع من ال1 لازم تقابل closed circle، سيركل مقفوله، انما الاوبند سيركل دي لا ما ينفعش. طب يا مستر يعني اعمل ايه؟ انت دلوقتي اطلع من ال1 اهو لقيت نفسك، هل دي كده closed circle؟ لا، يبقى خلاص فوتها. طب هل دي كده closed circle؟ لا. طب في حاجه closed circle تحت؟ closed circle فوق؟ لا، يبقى دي كده undefined، مش موجوده، غير معرفه. طب يا مستر مش فاهم قوي. بص هنا هتفهمني شويه. انا هنا برضو عايز اف اوف 1. اف اوف 1 لازم اروح للكلوزد سيركل. اف اوف 1 اديني طلعت اهو. مستر ده انا قابلت هنا كلوزد سيركل. خلاص روح للواي اكسس، لقيت نفسك رحت عند مين؟ رحت عند ال1. يبقى هنا اف اوف 1 ايكوال 1 لان هنا دي كلوزد سيركل. انما هنا معالي الباشا هل انت قابلت كلوزد سيركل خالص في سكتك؟ اف اوف 1 سواء فوق ولا تحت؟ لا يا مستر، يبقى هنا undefined. تعالى كده في فيجر نمبر 3 هيفهمك اكتر على رواقه. دلوقتي هنا انا عايز اف اوف 0 بوزيتيف. ادي الزيرو اهو. فين يمين الرسمه؟ اهي. طب انا هطلع من الزيرو رحت يمين الرسمه، طبعا انا بروح بعد منها الواي اكسس. الواي اكسس انا اصلا على الواي اكسس اساسا، يعني انا عند مين؟ عند ال1. طيب هروح انا بقى كده لشمال الرسمه. شمال الرسمه اللي هو هنا ده، فطالع من الزيرو رايح لشمال الرسمه، لقيت برضو نفس المكان، لقيت نفسي عند 1. المره دي الاف اوف 1 اف اوف 0 بوزيتيف هو الاف اوف 0 نيجاتيف. اسف انا دي كده مش هنا اف اوف 0، بس انا كده محتاجها اللي هي اهي، فطلعت معايا برضو ب1. طالما اف اوف 0 بوزيتيف هي اف اوف 0 نيجاتيف، يبقى كده الليميت x tends to 0 هيطلع معايا ب1.
تعالى كده فيجر 4 بيقول لي عايز الاف اوف 3. طيب وماله يا سيدي؟ قلت لك الاف اوف 3 انا رايح لكلوزد سيركل، فماشي. لو انا نزلت لتحت هلاقي نفسي رحت الاوبن سيركل، ما تلزمنيش. انما ادي اهي الكلوزد سيركل، هحود كده هلاقي نفسي رحت عند ال1، يبقى اف اوف 3 ايكوال 1. طيب لو انا عاوز اجيب الاف اوف هنا بقى بيقول لي x tends to 3 نيجاتيف، يعني عاوز شمال الرسمه. وماله يا سيدي؟ انت عندك يمين الرسمه اهو، شمال الرسمه اهو، فانا هنزل من 3 لهنا هلاقي نفسي رحت عند مين؟ عند النيجاتيف 1، يبقى دي كده ايكوال نيجاتيف 1. طب انا هنا بيقول لك x tends to 3 عندك بالبوزيتيف يعني يمين الرسمه، فانا طالع من 3 لما رحت عند يمين الرسمه لقيت نفسي هنا رحت عند مين؟ عند 3، يبقى الاجابه هنا ايكوال 3. مستر دي نيجاتيف 1، مستر دي 3، يبقى دي كده doesn't exist. يا رب تكون اتفهمت شويه. تعالى كده نمبر 5، عايز الاف اوف 0. قلت لك الاف اوف 0 روح على كلوزد سيركل، هطلع من الزيرو، هطلع من الزيرو، هطلع من الزيرو، قابلت كلوزد سيركل عند ال2 يا مستر، يبقى اف اوف 0 ايكوال 2. طيب طلب مني اف اوف 0 البوزيتيف يعني يمين الرسمه، يمين الرسمه اللي هو ده. طيب هطلع من الزيرو، هطلع من الزيرو، لقيت نفسي رحت عند ال1 لما يمثل يمين الرسمه. طب ما هو نفس الكلام، هطلع من الزيرو عشان اروح لشمال الرسمه، لقيت برضو نفسي رحت عند ال1، يبقى limit x tends to 0 f of x هيبقى برضو equal كام؟ هيبقى برضو equal 1. ركز معايا كده في f of 3 دي. هنا f of 3 عاوز يعرف هي بكام. قال لي انا لو طلعت من 3 طلعت كده 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 كده، انت ملاحظ هنا ان ده كده السهم كده مكمل، انت عارف دي عماله تقرب عماله تقرب عماله تقرب، لكن استحاله انها تقابل ال3 في سكتها. بمعنى انت لو طلعت من هنا من عند 3 عمرك ما هتقابل الكيرف ده وعمرك ما هتقابل الكيرف ده، لان ده عمال يقرب لكن عمره ما هيقف قدام 3. قال لي يعني انت عايز ايه يعني هنا انت مثلا بيقول لك الاف اوف 3، يعني انت لو طلعت يا مستر هتقابل من الاخر كلوزد بوينت ولا لا؟ قال لي لا مش هتقابل، يبقى دي كده undefined. طيب هنا limit x tends to 3 نيجاتيف، يعني عايز اطلع من 3 اروح على شمال الرسمه. طب انا دلوقتي رايح اهو لحد ما اقابل شمال الرسمه. طب انا رايح لحد فين؟ طيب هفضل ماشي هقابل شمال الرسمه، بس انت فين؟ لحد الانفينيتي فوق بقى، الله اعلم بقى فين. يعني انت هتفضل ماشي فوق لحد ما توصل لحد الكيرف ده، هيقابله فين؟ هيقابله في الانفينيتي، لان انت هنا الموضوع زي ما قلت لك هو عمال يقرب. امتى بقى هيوصل لحد 3؟ ده الله اعلم فين، يبقى لحد الانفينيتي. طب هنا الليميت 3 x tends to 3 بالبوزيتيف، نفس الكلام هتطلع من 3 وانت ماشي لحد الله اعلم هتوصل لها فين، فقال لي برضو هنا الانفينيتي، يبقى ليميت x tends to 3 هتبقى برضو infinity. تعالى هنا معالي الباشا بيقول لك limit x tends to 2 الاف اوف الاكس. طيب هطلع من 2 عشان اروح ليمين الرسمه، لقيت نفسي قابلت يمين الرسمه هنا، فاروح عند مين؟ هروح عند ال1. طب ما نفس الكلام هطلع من ال2 عشان اقابل شمال الرسمه، طب ما هي يبقى رحت برضو عند مين؟ عند ال1، يبقى ليميت x tends to 2 هيطلع معايا ب1. يبقى اللي فهم كده طالما يمين الرسمه وشمال الرسمه مرتبطين ببعض يبقى خلاص، طالما هيطلعوا بنمبر معين اللي هو حسب هم اتقابلوا فين عند الواي اكسس. طيب قصاد منها يعني قصاد الواي اكسس. طب لو هما منفصلين شبه دي كده خلاص شكرا، يبقى استحاله انها تطلع بنمبر، هتطلع doesn't exist. يعني هنا مثلا ادي ال2 انا عايز اروح ليمين الرسمه اللي هي دي، فهاجي انزل كده هلاقي نفسي رحت هنا عند النيجاتيف 1، يبقى f of 2 بوزيتيف هيطلع معايا بنيجاتيف 1. طب هطلع كده هروح على شمال الرسمه، طب هلاقي نفسي هنا رحت عند ال2، يبقى f of 2 نيجاتيف هيطلع معايا 2.
طب ما دي كده نيجاتيف 1 ودي كده 2 يبقى دي كده doesn't exist. نمبر 4 عاوز الاكس tends to 2 فانا هطلع من ال 2 عشان اروح ليمين الرسمه. لما اروح عند يمين الرسمه هلاقي نفسي هنا رحت عند 3 يبقى f of 2 positive طلعت عند 3. طيب لو انا رايح بقى عشان شمال الرسمه ادي اهو برضو هطلع عند ال 2 قابلت شمال الرسمه برضو هنا هروح هنا هتلاقي نفسي برضو رحت عند 3 يبقى f of 2 نيجاتيف هتبقى ب 3 يبقى الكلام ده كده limit x tends to 2 هيطلع معايا ب 3. نمبر 5 بيقول لي limit x tends to 2 نيجاتيف 2. النيجاتيف 2 فين؟ اهي. فين يمين الرسمه؟ اهو. طب انت اصلا عند النيجاتيف 2 لقيت نفسك قابلت اليمين الرسمه. طب روح كده عند الواي اكسس لقيت نفسك رحت عند الزيرو يبقى انت كده اف اوف نيجاتيف 2 بوزيتيف يبقى الكلام ده ايكوال 0. طيب لو انا عايز اروح لشمال الرسمه فين شمال الرسمه؟ اهو ادي النيجاتيف 2 اهي شمال الرسمه اهو. برضو لقيت نفسي لمست الرسمه هنا عند النيجاتيف 2 برضو فهروح كده الواي اكسس هلاقي برضو رحت عند الزيرو يبقى اف اوف نيجاتيف 2 نيجاتيف هتبقى ايكوال 0. يبقى الاجابه هنا لو ليميت اكس تندس تو نيجاتيف 2 هتبقى برضو الاجابه 0 لان الاثنين هنا طلعوا ايكوال هنا 0 وهنا 0. خلي بالك الناس هنا ممكن تتلخبط وتعملها ايه؟ اف اوف نيجاتيف 2 ويلاقي نفسه هنا لمس الرسمه فيقول لي نيجاتيف 2. لا يا حبيبي احنا كل مره بنروح عند مين؟ عند الواي اكسس. فلما بروح هنا عند الواي اكسس سواء في يمين الرسمه او شمال الرسمه لقيت نفسي رحت عند الزيرو يبقى الاجابه هنا هتطلع بزيرو. طب هنا بيقول لك انا عايز اف اوف ليميت اكس تندس تو 0. طب انا هنزل من الزيرو ادي يمين الرسمه اهو هنزل من الزيرو لقيت نفسي رحت عند مين؟ عند النيجاتيف 3 يبقى اف اوف 0 بوزيتيف يبقى عند النيجاتيف 3. وكذلك لو انت نزلت عشان من الزيرو عشان تقابل شمال الرسمه هتنزل عند الزيرو كده هتلاقي نفسك شمال الرسمه اللي هو اهو برضو قابلها عند النيجاتيف 3 يبقى الاجابه هنا ليميت اكس تندس تو 0 عند النيجاتيف 3. حلينا كام رسمه كده كويسين. يا رب يكون وصلت لك الفكره ماشيه ازاي ويا رب يكون فهمتها. طيب دي كده عاوزين نحلها الجبريكالي. هنا بيقول لك x tends to 2 يعني الاكس تقترب من ال 2 اللي هو احنا تقريبا خلاص هنعوض ب 2. فاحنا هنا فعلا بنعمل سبستيوشن مكان الاكس بنعمل اول حاجه دايركت سبستيوشن. بعد كده في الدروس اللي جايه لا بيبقى الموضوع فيه ايه؟ في تطور كبير يعني. بس هنا احنا على الهادي خالص هنشيل الاكس ونحط مكانها 2. يعني هنا بيقول لي x tends to 2 يبقى 1 minus 3 times 2 هيطلع معايا بنيجاتيف 5 بكل بساطه يعني. هنا الاكس بزيرو يبقى انت عندك 0 باور 2 ماينس ال 2 هيطلع معايا بنيجاتيف 2. يبقى انت هنا هتشتغل على الدايركت سبستيوشن هتعوض بس بشكل مباشر الاكس شوف هيقول لك بكام وعوض بيها بشكل مباشر. كده احنا عدينا سريعا كده على ليسون 1 بكل بساطه. الموضوع بسيط مش صعب يعني. فتعالى كده نشوف ليسون 2. ليسون 2 بس قبل ما نحل اي حاجه سعادتك عايزك تفهم حاجه مهمه جدا. اي ليميت احنا اول حاجه هنحلها بالدايركت سبستيوشن. الاكس هتشوف بكام وهتعوض. طيب ما نفعتش. يعني ايه ما نفعتش؟ يعني طلعت 0 over 0 واحنا قلنا 0 over 0 unspecified quantity. لكن هنا هنبص بقى على طريقه تانية فهنعمل فاكتورايزيشن. يا اما هنعمل التايمز الكونجكيت يا اما هنستعمل اللونج ديفيجن. لونج ديفيجن لا ما انت ايه هنعرفها بطريقه تانية بسيطه سهله كده ما فيهاش فيها اي مشكله. يبقى انت هتشتغل يا اما على دي يا اما على دي يا اما على دي. طيب مبدئيا بس هنا بيقول لك في نمبر 1 x tends to 2 half يعني شيل الاكس حط مكانها هاف. مستر اصلا مفيش اكس ده هي اللي موجوده عندي
10. خلاص يا حبيبي، يبقى نزل ال 10 ولا اي اندهاش لان مفيش اكس اساسا، يبقى انت عندك كده الاجابه هتكون 10. نمبر 3 بيقول لي x tends to 2. في ناس هنا رغم بساطه السؤال هيضحك عليها. روق معايا الطاسه يا سيدي. انا المفروض اشيل الاكس واحط مكانها 2. معالي الباشا، معالي المستشار، هو هنا في اكس اساسا؟ لا يا مستر، دي ايه، يعني ما ينفعش يا مستر اشيل الايه واحط مكانها 2 يا استاذ الفاضل. هو بيقول لك ايه tends to 2 ولا اكس tends to 2. مستر يعني انا المفروض اشيل الايه احط الاكس. يعني هنا مثلا بيقول لك هنا كان الاكس tends to 2 half. هل هنا قدرت اشيل الاكس واحط مكانها هاف؟ ما هو فيش اكس اساسا فنزلت ال10 زي ما هو. هنا نفس الكلام، مش هتشيل حاجه ولا تحط حاجه، يبقى الاجابه 3a باور 2. في ناس هنا هتقع في الكمين ياما وهيحط لي مكان الاي 2، فهيبقى 3 تايمز 2 باور 2 يعني 3 تايمز 4 فهيطلع معاه 12. الكلام ده مش مظبوط. الكلام ده هيبقى مظبوط لو كانت الاي دي اكس، كان 3x باور 2 كنت هقول لك كلامك مظبوط، لكن هنا دي 3a باور 2 هتنزل زي ما هي 3a باور 2. طيب اللي وراها بيقول لي x tends to a. عادي ولا تتفجع، هتشيل الاكس وتحط مكانها a، يبقى 2a باور 2 شلت الاكس دي حطيت مكانها a ماينس a تايمز الاكس يعني a تايمز a اللي هي a باور 2 ماينس a باور 2. 2 ماينس 1 ب1 ماينس 1 ب0، يبقى في الاخر هيطلع معايا 0، يبقى الاجابه هتكون A. يبقى 2A باور 2 ماينس هنا برضو 1A 1A 2A باور 2 2 ماينس 2 هيطلع معايا ب0. هنا خلي بالك الايه قال لك belong to R، يعني الايه ده real number. نمبر 5 بيقول لك limit الاكس tends to y over 2. ولا يهزك يا سيدي، ادي ال 2 تايمز شيل الباي حط مكانها باي اوفر ال 2 ماينس ساين اكس، اكس اللي هي شيل الاكس حط مكانها باي اوفر 2. ال 2 مع ال 2 نقول لهم باي باي اتبقى لك باي ماينس ساين باي اوفر 2 يعني ساين 90 ساين 90 ب 1، يبقى الاجابه باي ماينس ال 1 اللي هي الاجابه سي. هنا بيقول لك limit x tends to 2. طيب كل اللي انت هتعمله هتشيل الاكس وتحط مكانها 2. ادي الروت، شيل الاكس ادي 3 بلس 2 تايمز هتشيل الاكسايه الجميله دي وتحط مكانها 2، وتحت 4 تايمز 2 ماينس 1 فيبقى عندك كده روت 3 بلس 4 هيطلع ب 7، وبرده هنا هيطلع ب 7. روت 7 اوفر 7 اللي هي روت ال1 هيطلع معايا ب1 اللي هي الاجابه B. واحد الله في قلبك كده. تعال نمبر 7 زي ما متفقين احنا بنعمل الاول دايركت سبستيوشن بدون اي فزلكه. هنشيل الاكس ونحط مكانها 2، يبقى انا عندي 2 تايمز هشيل الاكسايه الاموره دي هنحط مكانها 3 ماينس A ماينس 6 اوفر 7 تايمز اكس يعني 7 تايمز شيل الاكس وحط مكانها 3 ماينس 21. اوبا 2 تايمز 3 ب 6 6 ماينس 6 0. 7 تايمز 3 21 ماينس 21 ب 0. اوبا 0 اوفر 0 unspecified quantity. احنا اتفقنا بقى بنعمل فاكتورايزيشن او بس هنا طبعا الكلام التاني ده لا لسه ما بدأ. طب هنا مستر فاكتورايزيشن مفيش اكس باور 2 عشان اعمل فاكتورايزيشن. اقول لك عندك حق، بس هنا انت تقدر تاخد كومن فاكتور HCF بمعنى ان ال2 موجوده هنا وهنا. مستر هو انت ما بتشوفش ولا ايه؟ دي 6 هو ليه يا ابني؟ ما ال 6 دي 2 تايمز 3 يعني ال2 مستخبيه جوه ال 6. بلاش بقى تأليف بقى، يبقى هناخد ال2 كومن فاكتور 2 ديفايدد 2 نقول لهم باي باي وتبقى لي الاكس ماينس 6 ديفايدد 2 هيطلع معايا ب 3، وتحت برضو ال7 موجوده هنا وهنا عشان 22 7 تايمز 3 يبقى انت هتاخد ال7 كومن فاكتور فيبقى اكس ماينس 21 اوفر 7 هيطلع معايا ب 3. دول شبه بعض نقول لهم باي باي يبقى هو اللي اتبقى لي ال 2 اوفر 7 اللي هي الاجابه B. تعالى كده اللي وراها
نمبر 8 نعمل دايركت سبستيتيوشن. بيقول لي ليميت اكس باور 2 ماينس الاكس اوفر الاكس، وهنا الاكس تندس تو 0. ادي 0 باور 2 ماينس 0 اوفر 0، ده هيطلع 0 اوفر 0 اللي هو unspecified quantity. طيب اتصرف ازاي انا بقى طالما هي طلعت 0 اوفر 0؟ قال لي هنا برضو نفس الكلام، مش الاكس متكرره، خدها كومن فاكتور يا سيدي. ادي الاكس بتعمل ديفايدد اكس باور 2 ديفايدد الاكس، اكس ماينس اكس ديفايدد الاكس بيروحوا مع بعض بس بحط ال1، وتحت في اكسايه اموره عشان تطير مع الاموره اللي فوق دي، فيتبقى لك كل القصه الحمضانه دي هيتبقى لك منها اكس ماينس 1. قال لك بقى حط الاكس بكام؟ بزيرو، يبقى هشيل الاكس دي احط مكانها 0. 0 ماينس 1 نيجاتيف 1 اللي هي الاجابه بي. هنا بقى ركز بقى معايا، الاول هنعمل دايركت سبستيتيوشن بس هي هتطلع معانا كده كده 0 اوفر 0. تعالى هنا احط الاكس ب 3، ادي 3 باور 2 ماينس 7 تايمز اكس يعني 7 تايمز 3 بلس 12، وتحت 3 ماينس 3، فده كده ب 9. 9 ماينس 21 هيطلع نيجاتيف 12 مع بوزيتيف 12 هيطلع بزيرو، يبقى 0 اوفر 0 unspecified quantity، يبقى دي كده باي باي. فنضطر هنا انا هنا بقى المره دي شايف اكس باور 2، يبقى انا هنا هعمل فاكتورايزيشن فوق. ادي التو براكتس الامورين بتوعنا، اكس باور 2 اكس تايمز الاكس، عندك ال 12 4 تايمز 3 لان السم بتاعهم ب 7، دي تنزل نيجاتيف، ونيجاتيف تايمز بوزيتيف بنيجاتيف، وتحت اكس ماينس 3. دول كده نقول لهم باي باي، فيتبقى لي اكس ماينس 4. حط الاكس ب 3، يبقى 3 ماينس ال 4 هيطلع معايا نيجاتيف 1 اللي هي الاجابه بي. نمبر 10 بيقول لي ليميت اكس تندس تو نيجاتيف 1. طيب لو انت حطيت نيجاتيف 1 هتبقى نيجاتيف 1 باور 2 بلس نيجاتيف 1، وهنا نيجاتيف 1 باور 3 بلس ال1، فطبعا ده بنيجاتيف 1 بلس 1 0، وده ب 1 بلس نيجاتيف 1 ب 0، يبقى 0 اوفر 0 unspecified quantity. طب ماذا نحن فاعلون يا ابو المساتير؟ الاكس نفس الكلام متكرره فوق، هتاخدها كومن فاكتور. اكس باور 2 ديفايدد الاكس باكس بلس اكس ديفايدد الاكس ب1، وتحت لا تحت دي اكس باور 3 بلس 1 لازم تكون عارف الفاكتورايزيشن بتاعها اللي هي كانت بتبقى براكت صغنون وبراكت كبير، توك توك ومقطوره، حاجه صغيره وكبيره. ادي اكس باور 3 تبقى اكس واكس باور 2، ال1 1 تايمز 1، ودي دايما بالبوزيتيف، ودي حسب دي لو بالبوزيتيف تنزل بالبوزيتيف، انما دي دايما بالبوزيتيف. طيب هنا بقى الساين هنا بتكون عكس دي، لو هنا بالبوزيتيف خليها هنا بالنيجاتيف، ولو هنا بالنيجاتيف خليها بالبوزيتيف، وبتعمل ده تايمز ده 1 تايمز اكس باكس. فدول كده نقول لهم باي باي. كده اللي اتبقى لك فوق عباره عن اكس، وتحت اكس باور 2 ماينس الاكس بلس ال1. حط الاكس بنيجاتيف 1 اهو، ادي شيل الاكس وحط مكانها نيجاتيف 1، وتحت نيجاتيف 1 باور 2 ماينس نيجاتيف 1 بلس ال1. ده هيطلع معاك بكام؟ ادي اهو نكتبها هنا اهو عشان تبقى واضحه، نيجاتيف 1 وتحت نيجاتيف 1 باور 2 ب1، نيجاتيف مع النيجاتيف تتحول لبوزيتيف 1، وهنا بلس 1، هتبقى نيجاتيف 1 اوفر 3 اللي هي الاجابه بي. اصحى معايا اوعى لا يغفلونا، بيقول لي هنا 3x باور 2 ماينس 48. يبقى هنا مستر انا شايف ان انا ممكن اول اعمل نيجاتيف 4، فطبعا هتطلع معاك ب 0 اوفر 0، هتطلع unspecified quantity. طيب اعمل ايه بقى؟ ال 48 دي عباره عن 3 تايمز 16، فاصبح كده 3 اقدر اخدها كومن فاكتور. جميل. 3 ديفايد 3 باي باي، اتبقى لك اكس باور 2 ماينس 48 ديفايد 3 هيطلع معايا ب 16. طب وتحت اكس بلس 4، يا خرابي مستر انا كل مره كنت باخد كومن فاكتور كان بيروح مع اللي تحت، انما هنا
ما لقيتش اللي فوق شبه اللي تحت ولا يهمك ولا تفرق معاك في حاجه. ده كده سعادتك هتعمل له فاكتورايزيشن جميل. الاكس باور 2 اكس تايمز الاكس، ال 16 4 تايمز 4، واحده بالنيجاتيف واحده بالبوزيتيف. طب ما هو تحت اكس بلس ال 4، دول كده نقول لهم باي باي. اتبقى لك 3 تايمز اكس ماينس ال 4. شيل الاكس حط مكانها نيجاتيف 4، يبقى 3 تايمز نيجاتيف 4 ماينس ال 4 يعني 3 تايمز نيجاتيف 8. 3 تايمز نيجاتيف 8 هيطلع معايا نيجاتيف 24 اللي هي الإجابة دي. نمبر 12 مستر أنا بتشائم لما أشوف إكس باور نيجاتيف ده. لا ما ولا أي حاجة ولا تفرق معاك في أي حاجة. أنت عندك هنا برضه هتاخد الإكس كومن فاكتور، بس يا مستر أنا محتار، هو أنا آخد الإكس باور 1 اللي هو الإكس يعني، ولا الإكس باور نيجاتيف 1 هو اللي كومن فاكتور؟ بص احنا عادة لما بناخد كومن فاكتور بناخد الصغير، الباور الصغير. مين الصغير؟ النيجاتيف 1 ولا ال 1؟ لا يا مستر النيجاتيف 1. خلاص يبقى خد الاكس باور نيجاتيف 1 كومن فاكتور. جميل. ال 3 دي احطها فين؟ نزلها يا ابني. وهنا اكس ديفايدد اكس باور نيجاتيف 1. بالله عليك روق معايا كده. دي هنا باور 1 صح؟ وهنا انا بعملهم ديفايدد صح؟ انا في الديفايدد بعمل ايه؟ بعمل ماينس للباورز. هنا باور 1 ماينس الباور اللي هنا نيجاتيف 1. طب ما هو 1 ماينس نيجاتيف 1 ده هيتحول لبلس، يبقى 1 بلس 1 هيطلع ب 2، يبقى الإجابة اكس باور 2. مستر ما فهمتش. ما هو أنا يا سيدي لما باخد كومن فاكتور بعمل ديفايدد. اكس باور 1 ديفايدد اكس باور نيجاتيف 1، أو اكس باور 1 ديفايدد اكس باور نيجاتيف 1. انا في الديفايدد بعمل ايه؟ بعمل ماينس للباورز، يعني 1 ماينس نيجاتيف 1 هتتحول لبلس، يبقى 1 بلس 1 هيطلع مع سعادتك ب 2. بلس ال 2 دي نزلها، اكس باور نيجاتيف 1 مع اكس باور نيجاتيف 1 نقول لهم باي باي. تحت هنا برضو نفس الكلام، خد الاكس باور نيجاتيف 1 كومن فاكتور، هتعمل اكس ديفايدد اكس باور نيجاتيف 1 هيطلع معايا نفس الكلام اكس باور 2 بلس نزل ال 4. طب اكس باور نيجاتيف 1 مع اكس باور نيجاتيف 1 باي باي، اقفل البراكت. دول كده راحوا مع بعض، بس هو ده اللي اتبقى لك. كل اللي انت هتعمله هتشيل اكس تحط مكانها 0، يبقى 3 تايمز 0 باور 2 بلس ال 2 صح؟ 3 تايمز 0 باور 2 بلس ال 2، وهنا 0 باور 2 بلس ال 4، فده هيطلع معايا 2 اوفر 4 اللي هي بهاف، يبقى الإجابة هاف. نمبر 13 بقى ركز معايا فيها كده وروق الطاسة على الآخر. انت عندك برضو لو عملنا دايركت سبستيوشن هتلاقي كله طار، فتبقى يطلع لك 0 اوفر 0 اللي هي ايه؟ unspecified quantity. هعمل فاكتورايزيشن كده x باور 4 اللي هي x باور 2 x باور 2. ال 20 عندك 5 تايمز 4. مش ليه ان انت تعملها 10 تايمز 2 مثلا؟ ما هو انت يا ابني لازم الماينس بتاعهم يكون ب 1. 5 ماينس 4 ب 1، انما 10 ماينس 2 هيطلع معاك ب 8. طيب جميل. ادي النيجاتيف اهي، نيجاتيف تايمز نيجاتيف يديك بوزيتيف، او الاخيره نيجاتيف، يبقى هنا النيجاتيف تاخد النمبر الكبير وهنا يكون عكسها. طيب ادي اكس ماينس روت ال 5. ركز يا ابني، الاكس باور 2 ماينس اقدر اعمل لها فاكتورايزيشن، انما الاكس باور 2 بلس ما اقدرش اعمل لها فاكتورايزيشن. اوبا مستر انا عامل ليه فاكتورايزيشن اساسا؟ لان ده مفيش حاجه شبه الثانيه، يعني ده كده هيتعمل له فاكتورايزيشن، انما الاكس باور 2 بلس ال 4 لا استطيع ان افعل شيئا. يبقى هنا الاكس ماينس روت ال 5 كل اللي انا هغير فيه ده اكس باور 2 اكس تايمز اكس. مستر اقف عندك، هي ال 5 كام تايمز كام؟ هو انت مستر هي لو 25 ماشي 5 تايمز 5، انما 5 يا سيدي ايه المشكله لما تعملها روت ال 5 تايمز روت ال 5؟ يا عم مش مصدقني، امسك الحسابه بتاعتك، روت 5 تايمز روت 5 هيديك 5. طب انا ليه عملت كده؟ عشان انا لمحت اللي تحت فيه روت 5.
يبقى هنا واحدة نيجاتيف واحدة بوزيتيف، فدي كده نقول لهم باي باي. يبقى انت عندك هنا الاكس هتشيلها وتحط مكانها روت 5، يبقى الاكس دي شيلها وحط مكانها روت 5، يبقى روت 5 بلس الروت 5، وهنا روت 5 باور 2 بلس ال 4. طبعا تحت ما بقاش في حاجه، روت 5 بلس روت 5 هيطلع معايا ب 2 روت 5، نمسح ده كده، تايمز روت 5 باور 2 5 بلس 4 هيطلع معايا ب 9. 9 تايمز 2 هيطلع ب 18 روت 5 اللي هي الإجابة دي. نمبر 14، تعالى كده نعمل الأول دايركت سبستيوشن. شيل الإكس وحط مكانها 4، يبقى 4 ماينس 3 باور 2 ماينس 1، وتحت برضو 4 ماينس ال 4. ده 4 ماينس 3 ب 1، 1 ماينس 1 ب 0، وتحت 0، يبقى ده كده unspecified quantity. طب ماذا نحن فاعلون يا أبو المساتير في هذا السؤال؟ اللي انت هتعمله سعادتك انك هتفك لي ده. المفروض انت بقى خلاص عرفت بقى من الفيديو اللي فات ده بتتفك ازاي. the first part 2 plus the second part 2 plus or minus the first times the second times 2. the first part 2 الفيرست اللي هو الاكس هنديله باور 2 باكس باور 2 بلس ذا سكند باور 2 اللي هي 3 باور 2 ب 9. هنا ماينس نديله ماينس 2 تايمز 3 ب 6، 6 تايمز اكس 6 اكس ماينس ال 1 اوفر اكس ماينس ال 4. طبعا الكلام ده ليميت اكس تندس تو 4. طب هنا 9 ماينس 1 ب 8، يبقى انت عندك اكس باور 2 ماينس 6 اكس بلس ال 8، وتحت اكس ماينس ال 4. ده هيتعمل له ايه؟ هيتعمل له فاكتورايزيشن. او هتعمل له ايه يعني؟ هيديله فاكتورايزيشن. الاكس باور 2 اكس تايمز اكس، ال 8 4 تايمز 2 عشان البلس بتاعهم ب 6. نزل نيجاتيف، نيجاتيف تايم البوزيتيف بالنيجاتيف، وتحت اكس ماينس 4 هيروحوا مع بعض، يبقى اتبقى لك اكس ماينس 2. هحط مكان الاكس 4، يبقى 4 ماينس 2 هيطلع مع معاليك ب 2. يبقى انا شلت الاكس حطيت مكانها 4، يبقى 4 ماينس 2 هيطلع ب 2 اللي هي الاجابه بي. كده احنا خلصنا الفكره الاولى من الدرس ده، اللي هي لما تقابلني ليميت واحب ان انا اعمل لها، او مش احب، انا مجبر ان انا اعمل لها فاكتورايزيشن. اما بقى الفكره الثانيه بعمل تايمز ذا كونجيكيت. الكونجيكيت ده اللي هو كان ايه؟ اللي هو مثلا لو جيت عندك روت 5 ماينس الروت 2، فانت الكونجيكيت بتاعها روت 5 بلس الروت 2. طيب استخدمه امتى مستر؟ اعرف ان انا استخدمه امتى؟ ايوه اول ما تقابل الروت كده. يبقى انت قابلت مساله فيها روت كده، اعرف انك هتستخدم التايمز الكونجيكيت، سواء موجود فوق في النيوميريتور موجود تحت في الدينومينيتور، مش هتفرق معايا. ركز وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادي ليميت x tends to 0 روت x بلس ال 1 ماينس 1، وتحت x. انا هعمل تايمز الكونجيكيت بتاعه ده روت x بلس ال 1. بص هنا لو تلاحظ ايه؟ ماينس 1، لا انا هغير الساين دي هتبقى بلس 1. كده انت عملت تايمز الكونجيكيت. بنكتبه فوق وتحت، فوق وتحت، يعني روت x بلس ال 1 بلس ال 1. نكتبه فين؟ فوق وتحت. طيب كل سعادتك اللي انت هتعمله ان هتعمل ده تايمز ده، ونيجاتيف تايمز البوزيتيف بنيجاتيف، وهنعمل 1 تايمز 1. مستر طب انا معاك نيجاتيف تايمز بوزيتيف بنيجاتيف، 1 تايمز 1 ب 1، انما الحاجه الوحيده ايه ده؟ ايه الكعبله دي؟ ولا كعبله ولا اي حاجه والله. الروت الاكس بلس ال 1 لما اعمل له تايمز روت الاكس بلس ال 1، كل اللي انت هتعمله انك هتشيل لي الروت، يبقى الاجابه اكس بلس ال 1. بناء على ايه؟ سعادتك لو عملت روت 5 تايمز روت 5 على الكالكوليتر هتطلع معاك ب 5. شلت الروت بس ونزلت اللي تحت الروت.
فهنا لما اعمل دول تايمز شيل الروت هتنزل x بلس 1 بس. ادي limit x tends to 0. هنا نيجاتيف تايمز البوزيتيف هيطلع معايا بنيجاتيف. 1 تايمز 1 هيديك ب 1. حلو قوي الكلام ده. طب يا مستر والعك والقرف اللي تحت ده ولا اي حاجه، هتلزقهم في بعض بس. ادي الاكس ونزل جنب منها روت الاكس بلس ال1 بلس 1. جميل. طب ما هو بوزيتيف 1 مع نيجاتيف 1 او 1 ماينس 1 نقول لهم باي باي، فتبقى لي اكس فوق هنقول لها باي باي مع الاكس اللي تحت. اوعى تقول بالله عليك ان ما بقاش حاجه فوق، لا فوق كده بنكتب 1. طب وتحت ادي روت الاكس بلس ال1 وعندك بلس ال1. طب هعمل ايه؟ هشيل الاكس واحط مكانها 0، يعني هتبقى 1 روت شيل الاكسايه الجميله الاموره دي 0 بلس ال1 بلس 1. روت ال1 ب 1، 1 بلس 1 2، يبقى تحت 1 اوفر ال2. يبقى الاجابه 1 اوفر ال2. مستر ما فهمتهاش قوي بصراحه، ركز معايا في اللي جايه هتفهمك باذن الله. ادي ليميت x tends to 9 روت 2 ماينس روت x ماينس 7 وتحت x ماينس 9. اتفقنا ان احنا هنعمل تايمز الكونجيكيت فوق وتحت، يعني روت 2 الماينس دي هنغيرها هنخليها بلس روت x ماينس 7 اللي في النص بس اللي بتتغير فوق وتحت، يعني روت 2 تاني بلس روت الاكس ماينس 7. حلو حلو. هعمل ذا فيرست تايمز ذا فيرست، يعني روت 2 تايمز روت 2. روت 2 تايمز روت 2 قلت لك شيل الروت بس يبقى الاجابه 2. نيجاتيف تايمز بوزيتيف هيطلع لك بنيجاتيف. افتح في براكت في اللي جاي لان ده ماينس، بالله عليك ده ماينس احترمه. افتح براكت في اللي جاي. روت الاكس ماينس 7 تايمز روت اكس ماينس 7، قول للروت باي باي يبقى اتبقى لك اكس ماينس 7. طب وتحت اكس ماينس 9 الزقها في الروت 2 بلس روت الاكس ماينس 7. ده ايه؟ ده ليميت x tends to 9. طيب ايه اللي انت تقدر تعمله؟ انك توزع لي النيجاتيف هنا وهنا، يعني هتبقى 2 ماينس الاكس، النيجاتيف دخلت على الاكس بقت ماينس اكس، والنيجاتيف لما دخلت على النيجاتيف دي بقت بلس 7. وتحت معاك اكس ماينس 9 وهنا روت 2 بلس روت اكس ماينس 7. دي كده معالي الباشا دي كده كام؟ 2 بلس كام؟ بلس 7 هيطلع بكام؟ ب 9. طب ودي ايه؟ دي نيجاتيف اكس، وتحت هنا اكس ماينس 9 وهنا روت 2 بلس روت الاكس ماينس 7. انت ملاحظ ان دي نيجاتيف اكس بلس 9 هي اكس ماينس 9، بس الفرق ان هنا الساين مختلفة، يعني دي هنا نيجاتيف اكس ودي هنا اكس، دي هنا بوزيتيف 9 ودي هنا نيجاتيف 9. يعني انا اقدر امشي دول مع بعض بس بشرط ما تقوليش فوق اتبقى 1. فوق هيتبقى نيجاتيف 1 لان في فرق ساين مختلفة. طيب وتحت يا مستر زي ما هو روت 2 بلس روت الاكس ماينس 7. كل اللي انت هتعمله احنا طبعا ليميت x tends to 9 هتحط مكان الاكس ب 9، يبقى عندي هنا نيجاتيف 1 وهنا روت 2 بلس روت الاكس ب 9، 9 ماينس ال 7 هتطلع معايا نيجاتيف 1 اوفر 2 روت 2 اللي هي نيجاتيف 2 روت 2 اللي هي انه اجابه يا سيدي؟ اللي هي الاجابه دي نيجاتيف 2 روت 2. واحدة كمان يا سيدي. تعالى نمبر 17 بيقول لي limit x tends to 1 وعندك هنا 4 minus root الاكس بلس ال 15 over 1 minus الاكس باور 2. وماله؟ هنعمل تايمز الكونجيكيت فوق وتحت. ال 4 اهي
نيجاتيف لا عكسها بالبوزيتيف، بنغير الساين اللي في النص. وهنا روت اكس بلس ال 15 ونفس الكلام نكرره تحت. فل فل. تعال نعمل تايمز بقى. احنا بنعمل ذا فيرست اللي هو ال 4 تايمز ذا فيرست. 4 تايمز 4 ب 16. نيجاتيف تايمز البوزيتيف هيطلع معايا بنيجاتيف. طالما ماينس افتح براكت واحترم الماينس. روت الاكس بلس ال 15 تايمز روت الاكس بلس ال 15 شيل الروت فهتبقى اكس بلس 15. وتحت 1 ماينس الاكس باور 2 هلزقه في ال 4 بلس الروت اكس بلس ال 15. حلو قوي الكلام ده. هنوزع مين؟ هنوزع الماينس هنا فهتبقى 16 نيجاتيف تايمز اكس نيجاتيف اكس نيجاتيف تايمز 15 هتبقى نيجاتيف 15. وتحت ده زي ما هو بدون اي تغيير. طب هنا بقى بص بقى بالنسبه للاكس ادي نيجاتيف اكس اهي، وهنا 16 ماينس 15 بونايه. يعني ممكن اكتبها ايه؟ بدل ما اكتبها نيجاتيف اكس بلس ال1 ممكن اكتبها 1 ماينس الاكس. مستر ازاي؟ نيجاتيف اكس بلس 1 يا حبيبي، ما هي ال1 اهي بالبوزيتيف والاكس هنا بالنيجاتيف اهي ماينس الاكس، يعني هي. طب ليه انا عملت كده؟ حبيبي بص هنا دي كده هيتعمل لها فاكتورايزيشن. ال1 1 تايمز 1 والاكس باور 2 اكس تايمز الاكس، واحده بالنيجاتيف وواحده بالبوزيتيف. طب وهنا الزق بقى جنب منها دي 4 بلس الروت اكس بلس ال 15. دول كده نقول لهم باي باي. اتبقى لك ايه فوق 1 وتحت 1 بلس الاكس، وهنا 4 بلس الروت الاكس بلس ال 15. خلاص كده انت خلصت. هتشيل الاكس وتحط مكانها، هو هنا بيقول لك 1 يبقى شيل الاكس وحط مكانها 1. ادي هنا 1 بلس شيل الاكس دي حط مكانها 1. وهنا 4 بلس روت شيل الاكس حط مكانها 1 بلس ال 15. على آلتك الجميلة 1 بلس 15 16 روت ال 16 ب 4. وهنا 1 بلس 1 2 تايمز 4 بلس 4 8 يبقى 1 اوفر 2 تايمز 8 اللي هو 1 اوفر ال 16 اللي هي الإجابة سي. نمبر 18 مستر هو ايه ده الروت المره دي تحت في الدينومينيتور. عادي يا عم عيش اللحظه، اعمل برضو تايمز ذا كونجيكيت فوق وتحت، عيش ولا كأن في اي حاجه. يبقى x ماينس 3 باور 2 ماينس ال 1 وتحت هنا روت الاكس بلس ال 2 ماينس ال 2. هنعمل تايمز ذا كونجيكيت اللي هو هنعكس الساين دي، يبقى روت الاكس بلس 2 النيجاتيف هتبقى بوزيتيف 2 فوق وتحت. جميل الكلام ده. انما ده بقى لازم سعادتك تفكه زي ما فكنا من شويه. the first power 2 الاكس باور 2 plus the second power 2 3 باور 2 ب 9. دي هنا نيجاتيف تنزل نيجاتيف. 2 تايمز 3 6 6 تايمز اكس 6 اكس، وجنب منها هنا في ماينس 1. طب ما هو بالمره كده 9 ماينس 1 بكام؟ ب 8. طيب لازق ما جنب منها مين؟ اللي هو ده الروت الاكس بلس 2 بلس 2. تحت بقى هنعمل ده تايمز ده، الروت الاكس بلس 2 تايمز روت اكس بلس 2 شيل الروت وحط اكس بلس 2 بس. نيجاتيف تايمز بوزيتيف نيجاتيف، اوعى تسرح بالله عليك ونزلها 2. 2 تايمز 2 ب 4. حلو. ده سعادتك اعملوا له فاكتورايزيشن وده نزله زي ما هو روت الاكس بلس 2 بلس 2 اكس باور 2 اكس تايمز اكس. ال 8 4 تايمز 2 عشان البلس بتاعهم ب 6. نزل نيجاتيف تايمز بوزيتيف بنيجاتيف، وتحت ادي الاكس 2 ماينس 4 بنيجاتيف 2. دول كده نقول لهم باي باي.
كده انت هتحط الاكس tends to 2 يبقى حط مكان الاكس 2. يبقى انا عندي هنا 2 ماينس ال 4 وهنا روت 2 بلس ال 2 وبره هنا بلس 2. تحت هنا ما بقاش في حاجه اللي هو ال 1 يعني. 2 ماينس 4 اللي هي نيجاتيف 2 تايمز روت ال 4 عندي ب 2 بلس ال 2 ب 4 يعني نيجاتيف 2 تايمز 4 اللي هي نيجاتيف 8 اللي هي الإجابة B. اللي وراها سهلة. لقيت هنا الدينومينيتور شبه بعض x ماينس 1 و x ماينس 1 فنزلت x ماينس 1 زي ما هو. وفوق هنعمل لهم ماينس اللي هو ال x باور 3 ماينس ال 1. ف x باور 3 ماينس ال 1 ده هنعمل له فاكتورايزيشن زي ما قلنا من شوية براكت صغير وبراكت كبير. وتحت هنا x ماينس 1. x باور 3 هيكون x تايمز x باور 2 وال 1 تايمز 1 دي تنزل زي ما هي نيجاتيف ودي زي ما اتفقنا دايما بوزيتيف ودي بتكون عكس دي يعني هنا نيجاتيف هتكون هنا بوزيتيف. 1 تايمز x ب 1x دول نقول لهم باي باي. حط مكان الاكس ب 1 يبقى انت عندك 1 باور 2 بلس ال 1 بلس ال 1 هيطلع طبعا هنا اوفر 1 هيطلع مع سعادتك 3 اللي هي الايه. طب يا مستر انا خلاص عرفت النوع الاول بعمل له فاكتورايزيشن ده سهل وبسيط. النوع الثاني لما بقابل الروت دي بعمل تايمز ذا كونجكيت. انما بقى النوع الثالث انت قلت لي عليه الديفيجن ده امتى بعمله وازاي اميزه اساسا. بص هنا معالي الباشا مثلا هنا نمبر 1 x باور 3 ماينس 15 x ماينس ال 4 هل انت تعرف دي تعمل لها فاكتورايزيشن؟ اوبا لا يا مستر x باور 3 دي لا للاسف. فساعتها هنا هتضطر انك تعملها بالديفيجن زي ما بقول لك وحاجه سهله يعني مش حاجه صعبه يعني مش اللي في بالك يعني. طيب ماذا نحن فاعلون؟ اولا بس عايزك تكون فاهم ان الليميت x tends to 4 ده كده هيتعمل فاكتورايزيشن براكت صغير وبراكت كبير. البراكت الصغير منه الاكس ماينس ال 4 يعني لازم يكون الاكس ماينس ال 4 براكت من التو براكتس بتاع الفاكتورايزيشن بتاعه. ده ثابته مستر يعني مثلا هنا هيبقى اكس ماينس 1 فاهمني؟ لا هنا بقى نعكس الساين هيبقى اكس بلس 2 اللي هو لازم اعكس الساين. لو اكس تندس تو 4 يبقى اكس ماينس 4. البراكت التاني ده بقى هو اللي مشكله هو ده اللي احنا عاملين عليه الشغل كله. وطبعا اكس ماينس 4 تحت فهنا لقيت اكس ماينس 4 فكده كده هيروحوا مع بعض. بس خلينا الاول نجيب البراكت الكبير ده نجيبه ازاي. خلينا نجيب الكوفيشنت بتاعت الاكسات اللي عندك. هنا الكوفيشنت بتاع الاكس باور 3 ب 1 اللي بعد منها مش اكس اللي بعد منها اكس باور 2. طب هل هي موجوده؟ لا يبقى تحط مكانها 0. بعد منها اكس لقيت كام؟ لقيت نيجاتيف 15. اللي بعد منها اخر حاجه لقيت كام؟ لقيت نيجاتيف 4. طيب بعمل كده. طيب هنا طبعا انت عندك ال4 حطها لي هنا على جنب. ده سعادتك هينزل زي ما هو ب1 حلو جميل. هتعملهم تايمز 1 تايمز 4 ب 4 وتحط الاجابه هنا. تعملهم بلس 0 بلس 4 ب 4. هترجع تاني تعملهم تايمز 4 تايمز 4 ب 16. هتعملهم بلس هيطلع معاك ب 1. هتعمل له تايمز ال 4 هيطلع معاك ب 4. نيجاتيف 4 بلس 4 هيطلع معاك بزيرو ولازم اخر حاجه تطلع بزيرو. لو ما طلعتش بزيرو اعرف انك غلطان راجع مسألتك تاني. يبقى تاني من الاول الاكس باور 3 1. هل في اكس باور 2؟ لا فحطيت 0. بعد كده الاكس بنيجاتيف 15. بعد كده النيجاتيف 4. هنا بحط الاكس تندس تو كام؟ تو 4 يبقى احط ال 4 هنا. اعمل تايمز وبلس اعمل تايمز وبلس.
فانا اول حاجه بنزل 1 زي ما هي، 1 تايمز 4 ب 4، اروح اعمل لدول بلس، 0 بلس 4 4، اروح راجع تاني عامل تايمز 4 تايمز 4 16، اروح اعمل دول بلس هيطلع معايا ب 1، اروح اعمل 1 تايمز 4 4، اروح اعمل دول بلس، نيجاتيف 4 بلس 4 هيطلع بزيرو. يبقى طالما انت وصلت في الاخر بزيرو ده انت كده اتاكد انك شغال صح. بس معلش يعني انا عايز اقول كلمه يعني، ماشي انا فهمت الليله دي، بس انا برضو البراكت الكبير فين؟ ما هو ده بقى. دي هنا ال1 اول حاجه يبقى 1 اكس باور 2، تاني حاجه 4 يبقى بلس 4 اكس، تالت حاجه بلس ال1. يبقى هو ده البراكت الكبير بالظبط كده يا سيدي. طبعا دول هيطيروا مع بعض خلاص كده. حط الاكس بتاعتك ب 4، يبقى انا عندي 4 باور 2 بلس 4 تايمز اكس يعني 4 تايمز 4 بلس ال1، واحط ده على الآلة عندي 16 32 33، يبقى الإجابة هتطلع معايا ب 33. واحدة كمان عشان اللي ما استوعبش قوي يستوعب. اولا اللي فوق دي تعرف تعمل لها فاكتورايزيشن؟ لا مستر. ادي ليميت اكس تندس تو 1. هنا طبعا زي ما اتفقنا هيبقى معاك الاكس ماينس ال1، انما البراكت الكبير ده انا معرفوش. تحت اقدر اعملها فاكتورايزيشن عادي خالص مفيش اي مشكله منه. اكس باور 2 اكس تايمز اكس، ال2 هتبقى 2 تايمز 1 عشان الماينس بتاعهم ب1. هنا دي بوزيتيف هتنزل بوزيتيف تايمز نيجاتيف هتنزل نيجاتيف. طيب البراكت الكبير ده اجيبه ازاي؟ هو برضو بالديفيجن زي ما انا قلت لك. هتعمل ايه؟ قدام الاكس باور 3 1. هل في اكس باور 2؟ لا. اكس قدام منها نيجاتيف 2، اخر حاجه بونايه. تعمل كده. هنا الاكس تندس تو 1، دي هتنزل ال1 تايمز وبلس تايمز وبلس، يعني دول كده 1 ملتبلاي 1 1، اعمل لدول بلس 1 1 ملتبلاي ب 1 1 ملتبلاي 1 ب 1، اعمل دول بلس نيجاتيف 2 بلس 1 نيجاتيف 1، اعمل لدول ملتبلاي نيجاتيف 1 تايمز 1 بنيجاتيف 1، اعمل لهم بلس طلعوا بزيرو، يبقى انت كده شغلك فل شمعة منورة. فده كده هيبقى اكس بار 2 1 اكس بار 2 بلس 1 اكس ماينس ال1 بيبقى اخر حاجة. دول كده نودعهم، وهنا هنحط مكان الاكس ب1، يبقى 1 باور 2 بلس ال1 ماينس 1، وتحت 1 بلس 2 ادي 1 بلس 2، فدول راحوا مع بعض 1 باور 2 ب 1، وهنا 1 بلس 2 3، يبقى الإجابة 1 over 3. نحل آخر مسألة كده. بيقول لك limit x tends to 4. هنا معالي الباشا الاكس أولا متكررة في كله، فهاخد الاكس كومن فاكتور، فاكس بار 4 ديفايدد الاكس هيديني اكس بار 3 ماينس 21 هتنزل اكس بار 2 ديفايدد الاكس هيديني اكس بلس ال 20 هتنزل الاكس ديفايدد الاكس نقول لهم باي باي، وتحت اكس ماينس ال 4. فاتفقنا ده كده مش هعرف اعمل له فاكتورايزيشن، طبعا الاكس الاول هتنزل، ففي براكت كبير وبراكت صغير. براكت الصغير اعرفه منين؟ اهو اكس ماينس ال 4، وفي تحت لو تلاحظ اكس ماينس ال 4 فهيطيروا. ايه اللي اتبقى لك او انت هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ قدام الاكس باور 3 1، قدام الاكس باور 2 مفيش اساسا، قدام الاكس نيجاتيف 21، قدام ادي هنا عندك الابسوليوت نمبر ب 20. هروح اعمل كده وادي ال 4 نزل، يبقى 1 تايمز 4 ب 4، اعمل لهم بلس ب 4 تايمز 4 ب 16، اعمل لهم بلس بنيجاتيف 5، نيجاتيف 5 تايمز 4 نيجاتيف 20، هيروحوا مع بعض يبقى الإجابة 0. يبقى أنت كده عندك البراكت الكبير 1x بار 2 بلس ال 4x ماينس ال 5 راحوا مع بعض.
طبعا انت في عندك هنا الاكس، انت هتحط مكان الاكس 4، يبقى انت عندك هنا مكان الاكس دي 4، وهنا 4 باور 2 بلس 4 تايمز 4 ماينس ال 5. 32 27 هيطلع 81. يبقى الإجابة 81. ويا رب يكون الثلاث أنواع في الدرس ده دول اتفهموا، وإن شاء الله نشوف وشكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.